الأزمة السورية الكل كان على علم، كان حراك شعبي، مطلب شعبي عبارة عن الوقوف أمام دستور بعيد كل البعد عن الحالة الإنسانية التي يرغب كل سوري العيش فيها، حرية الرأي، حرية التعبير، رفع قانون الطوارئ. ولكن ومع دخول الأيادي الخارجية والأجندات الداخلية والنسب التوافقية بين هذه القوى الخارجية سواء إقليمية أو حتى دولية، وصياع بعض الأطراف إلى تلك الأجندات، نلاحظ بأن الثورة السورية ومع بداياتها خرجت من فحوى، خرجت من ما كانت تطمح إليه كشعب، خرجت مما كانت ترغب فيه كعبارة عن فئة تريد فقط الحرية، تريد فقط أن تكون على أرضها، أن تعيش كما ترغب هي أن تعيش. سوريا الآن تشهد الحرب العالمية الثالثة، فكل قطب يريد أن يقرع فكره، فكل قطب يريد أن يكون هو المتواجد على أرض الاتحاد السوفيتي. فبعد انهيار الاتحاد السوفيتي نستطيع أن نقول روسيا باتت للعالم أجمع وكأنها قطب ضعيف، لذلك ولاسترجاع أمجادها مرة أخرى كان موقفها من الأزمة السورية على هذه الشاكلة واستمرت حتى الآن. لما كانت تدعم داعش سواء من الناحية اللوجستيكية، سواء من الناحية المادية، سواء من فتح الحدود على مصراعيه لكي تتدفق القوى الظلامية إلى كوباني، ولكن ومع استبسال قوانا الديمقراطية ومع حماية كوباني واسترجاع كوباني وتحرير كوباني من رجس داعش، باتت تركيا في ضياع تام.